السلام عليكم. هذه أحدث أخبار اليوم، وهذا عنوانها: تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار في سنة 2023. قال تقرير حديث صادر عن مركز السياسة الجنوبية الجديدة إنه بعد أزمة كوفيد وبداية الحرب الروسية الأوكرانية استعاد الاقتصاد العالمي بعض القوة في النصف الثاني من عام 2022، مع توقع استقرار الأسعار في عام 2023. قال تقرير المركز المذكور أعلاه بسبب ثقل روسيا وأوكرانيا وحتى بيلاروسيا في الإنتاج العالمي، فإن اندلاع الحرب الأوكرانية سيؤدي حتما إلى ارتفاع حاد في العديد من المنتجات الأساسية، وتنفيذ الإجراءات يحدد بشكل أساسي مسار الأسعار التصاعدي أو التنازلي. وتابع المصدر نفسه: بينما استقرت أسعار الحبوب عند مستويات عالية، فإنها تتقلص بشكل عام في النصف الثاني من عام 2022 وسط محاصيل مواتية وحتى قياسية في العديد من البلدان المنتجة. عام واحد خطير ونأمل ألا نشعر به في عام 2023. وتابع المصدر نفسه: بينما استقرت أسعار الحبوب عند مستويات عالية، فإنها تتقلص بشكل عام في النصف الثاني من عام 2022 وسط محاصيل مواتية وحتى قياسية في العديد من البلدان المنتجة. عام واحد خطير ونأمل ألا نشعر به في عام 2023. ووفقا للوثيقة، فإن الحرب في أوكرانيا والزيادة الناتجة في أسعار الغاز تعيق التأثير على انتقال الطاقة مع إعادة الشرعية. يضيف هذا إلى الحاجة الملحة لزيادة استخدام الطاقة منخفضة الكربون. وخلص التقرير إلى أنه أكثر من أي وقت مضى يجب أن تكون اجتماعات المناخ الدولية مصحوبة بمفاوضات سلعية واسعة النطاق، ويجب أن يكون الهدف هو الطاقة والأمن الغذائي، لا سيما لصالح البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ. قال مركز السياسة الجنوبية الجديدة إنه من المرجح أن يستمر الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فإن هذه المتغيرات نفسها ستحدد إلى حد كبير شكل السوق في عام 2023.